كسب 9 نقاط، وهذا كفيل بترشح أي فريق عن هذه المجموعة أو أي مجموعة أخرى. يعني القادسية لديه 3 نقاط حتى الآن، والفيصلي حتى الآن نقطتين، ولو تقاسم الفريقين نقاط ستكون الأمور صعبة. وهذه كرة هدف ثاني بالفعل لمصلحة الفيصلي. الفيصلي يأبى التعادل خارج ميدانه، يتألق ويواصل التألق في هذا الشوط الثاني، وأحمد هايل بطريقة هائلة جدا، بطريقة رائعة، بمجهود فردي يتجاوز الجميع ويمر داخل منطقة الجزاء ليسجل في الزاوية البعيدة، ويؤكد أن الشوط الثاني هو شوط النادي الفيصلي، هو شوط التألق والتقدم والروعة لفريق النادي الفيصلي. هدف رائع لأحمد هايل بطريقة هائلة، مر من الجميع، تخطى المدافعين بباطن القدم، أسكن الكرة في الزاوية البعيدة. هذه الإعادة من جديد، تمويه وانطلاق وسرعة ومهارة بباطن القدم اليمنى على يسار نواف الخالدي. الفيصلي يقلب الطاولة ويقلب المعطيات ليقلب التأخر بهدف إلى تقدم بهدفين، يقلب النتيجة في وجه فريق القادسية، وأحمد هايل يحتفل على طريقته ليثبت أنه فريق